علي ورايا. الحاج عبد الرحمن رئيس سوق السمك بالمنيب. والله سيادتك انت لو داخله السوق من اوله لاخره هتبص بعينك تعرفي ايه الصابع وايه اللي باين. السمكات صحيه بتبقى باينه، البطيئه السليمه بتبقى باينه، ايه السليمه بتبقى بيه معروفه. بتعملي السمك ده مخصوص احمر واسمها سليم بتبقى سليمه. السمكه الوحشه بتفتحيها بتلاقي النقشوش زي الطينه ملهاش طعم وطريه، تيجي تفتحيها تلاقيها راحت معاك في السطور، تحطها في الزيت ما تلاقيهاش خالص نهائي اساسا، ولا بقى لها هيكل سمك ابدا. وبعدين اللي قدامه عاوز يخلص منه باي حاجه يقول لك ب 10 ب 8 ب 3 ب 10. فالزبون اللي ما بيعرفش حاجه اهو بياخد يقول لك ده رخيص على الثاني. السمكه الغاليه عمرها ما تباع رخيص ابدا. اما السوق كله يعني فيه 50,000 نوع، خلي بالك يعني. سمكه في الشتاء احلى، ليه الجو ساعه وتعيش نظيفه ما ترمرمش وما تاكلش حاجه زفاره. في الشتاء بالذات السمكه بتطلع من البحر حته بيبقى الجو سخن والميه قلبها باستمرار. الجمبري المقشر معروف، تاخد جمبريه جنبه، جمبريه وسط، جمبريه نمره 2، جمبريه نمره 3. هتبص عليها انت معروفه جمبريه. سمكه وحشه غشيت فيها وطلعت بقى بره السوق بتجيبها لا مش عاوزه دي خلاص مش عاوزه كل حاجه.